بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصدقاء الوعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة. أتوقع أنا رفعت فيديو قبل كده عن أبو العلاء المعري، لو ما رفعته حارفع. عودة ثانية لأبو العلاء صاحب سقط الزند الجديد بتاع عبد الله الطيب، سقط الزند بس، وصاحب رسالة الغفران من أشهر كتبه، عنده كتب ضايعة. فطبعا احنا بنناقش من ناحيه نفسيه سيكولوجيه. في واحدين ملاحده يعني عندهم عداوه مع الاسلام منتشرين في اليوتيوب وفي الوسائط وغيرها يعني، وبيتصيدوا بعض الناس اللي هم الناس اللي بيسمعوا عن الثقافه وبيتوق نفوسهم الى التثقيف والى يعني الظهور بمظهر اعمق مما هو عليه في الواقع، ولكن بدون بذل عناء يذكر عن طريق القراءة وكذا. ولكن بيسمع مثلا عن أبو العلاء المعري، يضرب في يوتيوب يفتش يلقى قرموط التجديد التنوير اللي هو أحمد سعد زايد، اللي هو كان إخواني في جامعة اسكندرية، طبعا البلد كلها من الإخوان، بعدين بقى ملحد كده وكذاب وفيه العبر يعني. وزول ما صادق أصلا، دي يعني مصيبة كبيرة كونك تكون ما صادق مع نفسك، تحتقر نفسك لما تكذب على الناس، وانك انت قريت عن المعري وقريت يعني اذا مو قرا كل الكتب وجاي يلخص لك، في الواقع هو ما قرا، وانما هو جاي يدعم الاتجاه بتاعه، وانت الفاره المسكين الجاي تدخل تزور نفسك عشان في المجالس تتكلم عن المعري وغيره، دار تاخذ معلومه سريعه كده وتمشي، فيجي يصيدك يقول لك ابو العلاء المعري كان ملحد، ابن سينا كان ملحد. طبعا مفهوم الملحد في الزمن الاول في العهد السلف يعني ما قبل العصور المظلمة اللي يدخل العثمانيين للقاهرة، كانت الملحد ده اللي هو بينكر بيعطل شيء من صفات الله سبحانه وتعالى بسموه ملحد، يعني بينكر العلو، بينكر الاستواء، بينكر كده، بقول عليه ملحد السلف كده. ما ملحد ايثيزم اللي هو اللا الهي مرة، اللي هو ده بيسموه التعطيل الكامل عند السلف زمان. تعطيل يعني عطل الكون الحادث من المحدث، يعطل الخالق المخلوق من الخالق، يعطل يعني ينفي الخالق تماما، وده ما في عند السلف الا في الدهريه اللي ورد ذكرهم في القران. يعني ما نموت ونحن ما يهلكنا الا الدهر، لانه بيدعوا انه الكون خالد يعني ما عنده بدايه، طبعا كان عنده كله بدايه بقى بيتخص، وبالتالي الكون ده خلق نفسه بنفسه وكده. المهم فلما يجي يقول لك ملحد بالصيد يعني ملحد زيه كده بينكر وجود الله. الفيديو قال ما يمكن اثبات وجود الله، قال بالفلسفه وكده، عشان انه هو خلاص قرموط الفلسفه. المهم النوع ده زي ما قلنا بتصيد وبيتكلم عن ابو العلاء، لكن ابو العلاء المعري الحقيقه، وده هنفذ الموضوع. المقدمه دي كانت مهمه نفسيه عشان تحليل يعني نفسي مفيد للناس اللي بيدرسوا الحالات دي واللي بيتعاطوا مع الامور دي بعين البصير. ابو العلاء رجل مؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، يعني ما هو ملحد، بالعكس ابو العلاء المعري في رساله الغفران بيحاول يخلي الكفار اللي في الماضي، رجع بالماضي لزهير والنابغ الذبياني وغيره اللي هم كانوا في الجاهليه، رجع ودخلهم الجنه بتاعت الغفران في رساله الغفران. يعني يجي يلقى مثلا قصر بتاع او شو وصف الجنه وكده، بعدين يلقى القصر بتاعه، يقول ده قصر من؟ يقول ده قصر زهير بن ابي سلمى. يدخل يقول لك زهير بن سلمى انت كيف دخلت الجنه؟ يقول دخلت الجنه لاني قلت البيت الفلاني مثلا يعني عن الحق والحقيقه وكذا، انا ما انسى ما اذكر الحين. ويلقى النابغه الذبياني يقول له انت كيف دخلت الجنه وانت اصلا ما ادركت محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول له انا دخلت الجنه لاني قلت والعمر الذي مسحت كعبته وما أنيط على الأنصاب من جسد يعني من دمي. فهو أبو العلاء بغض النظر يعني عنده انحرافات وعنده كده، لكن ما منكر وجود الله، لأنه ده غباوة. أبو العلاء زول ذكي يعني، في الأخير عقلية فزة. الهبالة بتاعتك دي ساعدك عقد نفسية، وكنت أخواني لف في الجامعة وبعدين بقيت ملحد وكده، فده يعني إنسان أنت أصلا يعني ما مخطوط على التراك السكة حديد بتاعت الفلسفة وبتاع الذكاء وبتاع العبقرية، أنت جاي داخل بالجنب راكب توك توك كده. اما دي العباقرة يعني ما بتاتي منهم الافكار الغبيه دي. فدي الرساله بتاعت اليوم، دي رساله الغفران الجديده على وزن سقط الزند الجديد بتاع عبد الله الطيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.